مساء الخير، اهلا بكم الى نشرة الرابعة. في واقعة غريبة من نوعها قام مواطن بإنقاذ مطعم من السرقة في مدينة جدة مساء أمس بعد قيام أحد موظفي المطعم بالسطو على الكاشير، ليتفاجأ بعد ذلك بوجود المواطن سعد عيد فور محاولته الهرب، حيث قام سعد بإيقافه فورا وإعادة الأموال إلى المطعم، الأمر الذي أثار عاصفة من الإعجاب بسعد في مواقع التواصل الاجتماعي. معنا في استوديو الرابعة بطل هذه الحادثة سعد عيد. حياك الله يا سعد. أهلا أستاذ. أنا حاب أحيي الجميع وحب أمي من هذا المكان. ما شاء الله. طيب خلينا أبدأ بشعورك في هذه اللحظة وأنت تشوف حادثة السرقة تصير قدام عيونك. والله أنا أخذتني أول شيء الوطنية والمكان، يعني حسيت إنه في شيء غلط قاعد يصير. شايفه، أنا شفته دخل المحل، شايفه أنا بعيني قاعد براقبه من بعيد، عرفت؟ بس قاعد استناه لين هو فجأة باغتني بالحركة السريعة والخروج الغير مألوف، مرة بسرعة خرج في المكان. فإيش اللي صار وقتها؟ أنا الآن لازم أعطي ردة فعل سريعة طبعا أكيد. فقررت كده لا إراديا أعطيها قبضة النمر معاها. قبضة النمر؟ ايش هي قبضة النمر؟ قبضة النمر احنا ما شرحت لك، معلش. انا امارس فنون قتال زي الجودو والايكيدو والام ام اي. فقبضة النمر هي كده تواجه الخصم معايا انت، صح؟ تواجه الخصم هو هنا، وانت تواجه تعطيه هذا، تشد الباي يصير شكلها زي الجي، عرفت قصدي؟ بعدين تعطيه يصير الضربة. نعم، الضربة تكون موزعة، بس يعني شكلها صعبة شوية، يبغى لها مع الممارسة تجي هي. أنا شاكر ومقدر وجودك معنا. أنا بس حاب أضيف إضافة لو سمحت. أنا تفضل. مشكلتي إنه أنا جوالي مكسور. شوف لو تلاحظوا يا جماعة، جوالي مكسور، في آثار اندعس بسيارة، مشكلة طويلة، ماني قادر أتصفح، ماني قادر أقرأ مشاكل وهموم الناس اللي أقدر أحلها. فبصراحة طيب. الآيفون 6S عاجبني أنا، عرفت؟ ما شاء الله. أوكي. والعيشة عجبتني هنا الصراحة. لو في أنا أشوف أن هذه ما هي شحاذة ولا هي، يعني بالعكس أنا بحاول أساعد وأقرب من الناس أكثر. أكيد إن شاء الله بيساعدك. فأنا ما بفل، عارف، أبى دوبلكس صغير. شكرا. ويا ريت تطلعوا هنا كذا الحساب التويتر وحساب الانستغرام، عرفت؟ ويعني شكرا لك، الله يعطيك العافية. ممكن أعطي دروس في الأيكيدو. يا عمي.